بعد عودة الدوريات والماتشات الأولى اللي شفناها لكل الفرق، فبنشوف الجولة الثانية لكل الدوريات وبنشوف أداء رائع لفرق عديدة. نشوف أرسنال أمام أستون فيلا، ونشوف الناحية الثانية ليفربول أمام برينفورد ونوتنغهام وساوثهامبتون، وطبعا معاناة يونايتد أمام برايتون، والسيتي اللي يسحق إبسويتش تاون، وبرشلونة في مباراة غريبة جدا أمام أتلتيكو بلباو، وإصابات تضرب الفريق تاني عشان مستشفى برشلونة ترجع من جديد، وريال مدريد اللي لحد دلوقتي كيليان امبابي مش شغال وشكله مش هيشتغل وشكلها طلعت سبوبة، والإنتر تحت قيادة فيليبو إنزاجي يقدر يدرك الامور سريعا ويقدر يفوز. الناحيه الثانيه ميلان اللي بيعاني ومشاكل كتيره جدا هنتكلم عليها، واليوفي بشكله الجديد بمدربه الجديد بيقدر يفوز في مباراه رائعه امام فيرونا، ورونالدو صاروخو ماديرا وفوزه مع النصر والهلال والصفقات اللي عمالين يعملوها. كل ده هنشوفه في سلسله الجولات، فما تنساش تعمل لايك، تعمل سبسكرايب، تشير الفيديو وتكتب كومنت، ويلا بينا. اهلا بيكم في حلقه جديده، والحلقه الثانيه من سلسله الجولات. اتاخرت شويه يعني، ميعاد بحاول اثبته يبقى كل تلات، بس دي اتاخرت شويه، انا بسجلها يوم التلات اصلا، فما علينا. اهلا بيكم في حلقه جديده من سلسله الجولات. ونبتدي طبعا كالعاده بالدوري الانجليزي الممتاز، مباراه ارسنال واستون فيلا. المباراه اللي فاز فيها ارسنال هدفين مقابل لا شيء، مباراه كانت رائعه لارسنال كالعاده. ارسنال اللي ماشي باداء ثابت من اول ماتش حتى لعبوا قدام وولفز، فريق بمستوى ثابت عشان برضه يفوز بنفس النتيجه 2-0، الماتشين باربع اجوان وكلين شيت. بيلعب الخطوره كلها طبعا بتيجي من عند ساكا. شفنا ساكا في الشوط الاول، الشوط الثاني بالاخص اللي كان فيه جونين، الجون الاول من تروسارد اللعيب اللي يعني صفقه سوبر، صفقه جت طبعا السنه اللي فاتت تقريبا او اللي قبلها من نادي برايتون، لعيب كويس في برايتون، نجم فريق برايتون، ينتقل الى ارسنال، لعيب ريبليسمنت لمارتينيلي، ووقتها كان خيسوس وكاي هافرتس حتى، لعيب ريبليسمنت، لعيب بديل مش الاساسي، عشان كل مره ينزل فيها يثبت قد ايه ان اللعيب ده رائع. اللعيب ده ليه رؤيه وتحركات واهداف، كوره بتتلعب من ساكا في مساحه ما فيش غيره، هو الوحيد عشان يجري ويشوطها، يسجل الهدف الاول لارسنال، طبعا يعمل الاحتفال بتاعه، عشان بعدها كام دقايق حوالي 10 دقايق برضه خطوره من ساكا عشان يعمل اسيست لتوماس بارتي، عشان ايميليانو مارتينيز يبقى في حيره مش عارف يعمل ايه. دفاع استون فيلا كان كويس، يوناي ايمري عامل شغل كويس معاهم، دفاعهم كان كويس، مارتينيز كان قادر يتعامل نوعا ما، لكن الكور التسديدات اللي من بعيده اللي تبقى قرب ال 18 او جوه ال 18 بشويه ارسنال استغلها بشكل كبير، عنده لعيبه كتيره بتعرف تسدد، توماس بارتي وعنده تروسارد وعنده ساكا، اكتر ثلاثه بيعرفوا يشوطوا، ديكلان رايس شويه، فيقدر يفوز بالمباراه، يقدر يطلع بكلين شيت. رايا برضو اداؤه الخرافي كالعاده، واداء طبعا شفنا الكره بتاعت سليبا لما عمل تاكل على رمزي لما كان هيجي الجون، يعني انت كسبان 2-0 مش حتى 1-0 او 0-0، انت لو جاب فيك الجون عادي يعني قشطه يعني، والوقت في اخر الماتش فتمام، دافع بمنتهى الصلابه عشان يطلع الكوره. شفنا طبعا الفرحه والاحتفال كانه شال كوره، يعني كانه بيلعب نهائي كاس عالم، هو اللي مأكلنا، هو اللي ملبسنا، هو اللي مقلق، وفريقه متعادل او هيخسر وبينقذه، انت كسبان 2-0. الروح اللي عند ارسنال كانت قويه جدا، هو ورايا وكان بين وايت، حتى لو جابوا 50 جون احنا 1-0 خسرانين لسه. ارتيتا يعني سنين كتير مع ارسنال ده يحط لمسات واضحه جدا، ده خلى فريق والروح بتاعت اللعيبه تبقى قويه، من اللعيبه نفسها بس تبقى من السته الاوائل اللي فوق، لفريق بينافس على الدوري بقاله سنتين، اداء مبهر، اهداف، كلين شيت، تصديات خرافيه. فاحيي ارسنال الصراحه، نشاطهم رائعه، اتمنى يفضلوا كده لنهايه الدوري بصراحه، لازم بطوله للفريق ده، لازم بطوله. وفي السريع كده هاخد ماتش السيتي وابسويتش تاون، يعني 4-1، هالاند هاتريك، دي بروين جون، ما فيش كلام اقوله الصراحه يعني هالاند يعني اللي ما كانش كابتنه وعامل له تريفل كابتن في الفانتزي، من ضمنهم حالاتي، انا ما كنتش عامل فرقه فانتزي اصلا. هالاند عايز ياخد الهداف من اول 3 جولات، وطبعا عوده جوندوجان شفناه نزل وبيلعب برقم 19 بروح كانه لسه شاب. حقيقه مش فاهم صفقه ايكال جوندوجان ايه الفايده منها، لكن صفقه تكون كويسه يعني، ريبليسمنت اللي في السيتي، يعني جوارديولا ممكن يلعب ب3 فرق عادي جدا. طبعا ما كانش بنفس اداء قدام تشيلسي، كان اداء اقوى بهجومي اكتر، هو اللي ماسك الكوره طبعا وقدر يفوز بمنتهى البراعه. طيب وماتش تاني لكن انا الحقيقه ما شفتوش، بس الهايلايتس اللي شفتها ليه هو ماتش توتنهام وايفرتون، يعني عوده يونج مينسون من جديد للتهديف، سجل هدفين، يعني انجي عامل شغل كويس جدا، او انقي يعني كان اسمه، شغل كويس جدا مع توتنهام، شفناه حتى من السنه اللي فاتت قدام ليستر ما كانش كويس قد كده، كان يعني في تخبط، لا قدام ايفرتون يعني كان مكتسح اللقاء 4-0 قدام ايفرتون، يعني لا كويس. توتنهام بتبني برضه مشروع واحده واحده، مش عايز اقول شبيه بمشروع ارسنال اللي كان سنين طويله من اول ما ارتيتا ما جه، لكن مشروع كويس، بروجكت كويس، اعتقد هيبقى شبه بروجكت شويه بتاع بوشيتينيو لما كان في توتنهام، اللي هو فريق
رخم، فريق بيحاول ينافس، بيوصل لمسافات، يعني بيجيب اخره في اي حاجه، وتيجي زي ما تيجي معاه. يعني ايام بوشيتينو كانوا بيحاولوا على الدوري ما جاتش، تعالى في دوري الابطال طب ما جاتش، طب تعالى في ما كسبوش ولا حاجه، بس كان فريق ند، كان توتنهام لا فريق تقيل، كان في فتره اللي هي من 18 و19 كان فريق كويس. فهنشوف طبعا قدام توتنهام هيستمر بهذا الاداء ولا هيحصل نفس الدروب اللي حصل السنه اللي فاتت بعد اول كام جوله. وعشان ندخل على الجلطه الكبيره بالنسبه لي ونيجي بقى للماتش اللي اتشاف كامل متكامل، يعني مانشستر يونايتد وبرايتون. حقيقي شفته، قلت يعني فوتت الماتش الاول بتاع فولهام، انا شفته بس مش كامل، فقلت بقى ايه اتفرج بقى كامل بقى، ركز بقى شوف بقى ايه الدنيا بقى. لقيت الدنيا اتغيرت تماما، التكتيكات والحاجات اللي عاملها في فولهام ولا حاجه منها اتحققت. الحلقه اللي فاتت كلمته كازيميرو بيسقط وبيبقى 3 دفاع ومش عارف، ولا سقط ولا عمل اي حاجه. ماجواير قاعد بيسيح هو ومارتينيز ورا، مارتينيز كان بيتقدم كمان لنص الملعب، مزراوي ودالو كانوا الاثنين بيخشوا جوه الملعب، راشفورد فاتح بره على الاخر. على الناحيه الثانيه مات ديالو كان عامل اداء كويس، سجل الهدف الوحيد لمانشستر يونايتد. قدام جاي للحته اللي انت عايزها وانا عايزها والله، ده انا معبي فيها كلام قد كده، بس واحده واحده. بس اللي انا مش فاهمه ولحتى الان مش فاهمه، وكان برضو تعليقي على ماتش فولهام بس عشان كسبوا فسكت، برونو فرنانديز يلعب فولس 9 ليه؟ برونو فرنانديز يعني بغض النظر ان هو من ساعه اليورو وانا مخصم معاه، يعني مش طايقه اصلا، بتلعبه هو بيلعب خط نص بالعافيه، بتلعبه راس حربه، وراس حربه فولس 9 كمان، راس حربه وهمي. هو عارف يبقى خط نص طبيعي عشان يبقى راس حربه عادي عشان يبقى وهمي. انا من 5 دقايق بس كنت بعاملكم بالرفق واللين والهوادة والمحبة والأبوة. يا عم هويلاند مصاب، زيرسكي اللي انت جايبه ده، وباننا جبنا زيرسكي بقى خلينا اطلع فيه يعني ليه؟ يعني مش فاهم، يعني جرناتشو الراجل شاطها، انت بترفع رجلك ليه؟ يعني انت التاني فارد رجلك يا سيدي، لو انت اصلا فاردها وخبطت فيك ماشي، كره مفروده وهو لعبها فوقيك عشان تبقى تعدي من فوقيك، لا وانت برده متتنيها، يا بجحتك يا اخي يا بجحتك. لو ايه بيبص لجرناتشو بيقول له انت بتعمل ايه؟ لما جرناتشو راح يحتفل بيقول له انت بتعمل ايه؟ لو النبي. لا واللي ضحك اكتر بقى الاوفسايد، اللعيبه بتاعت برايتون بتقول اوفسايد اصلا على برونو اللي عمل الكروس لجرناتشو، والحكم كان فاكر الاوفسايد على جرناتشو، والفار طلع في الاخر بيقول الاوفسايد على زيرسكي. الناس اللي بتقول جرناتشو ما لقاش حته غير دي، هو جرناتشو الراجل يعني هو كان بيشوط العارضه فهو مش شايف يعني الزاويه، هو مش في مكان ولا زاويه ولا هجمه تسمح له ان هو ينقي ولا اشوطها هنا ولا هرميها هنا، هو بيشوط وخلاص. التاني اللي بارد تاني رجله، وبعدها حاول طبعا يعوض اللي عمله بس هو خلاص، يعني الحركه اللي هو عملها دي هو مخه خرج بره الجيم. جرناتشو برده اتضايق منه، تبديلات كانت ناجحه جدا الماتش اللي فات، وشفنا جرناتشو بيعمل له اسيست واحتفلوا مع بعض، بس بعد اللقطه اللي زيرسكي عملها مع جرناتشو الاثنين دول مش هيجوا سكه تاني. يعني انا من بعد الماتش الاول انا قلت يا رب يفضلوا كده، الاثنين دول هيبقوا دويتو جامد. اللقطه مش مفهوم، انا فاهم انت لسه جديد وعايز تثبت نفسك، خلي يعني خلي النيه صافيه عشان ربنا يكرمك، انت النيه مش صافيه، ده انت فاردها واول ما شفته تناها، ولقطه خرجت الفريق بره الجيم، خرجت كل حاجه بره الجيم. الدفاعي اللي زي الزفت هاري ماجواير، عندك عندك واحد اسمه دي ليخت بتلعب ماجواير، طب ده في انهي قاموس وفي انهي فهم في الدماغ؟ الجون الاول والثاني بتوع برايتون يشرحوا مدى الاستعباط ومدى الغباء ومدى السرحان اللي لعيبه نصر فيه. يعني الكره الجون الثاني اوفر ضعيف وعالي جدا، يجي جواو بيدرو بمنتهى الاريحيه بدماغه يقوم ناطحها بعيد، وانا واقف عامل له كده. كان تقريبا بيتفرج على ماتش ريال مدريد فبيعمل بيلي جول، ولا انا مش فاهم كان بيعمل ايه. رغم ان انا كنت معترض على رحيل دخيا كان هيساند كتير جدا، انما اونانا ايه بيلعب بالرجل. طب شفنا اللقطات اللي بيلعب بيها في الرجل، اللي اتفرج على الماتش يعني او شاف اونانا عامه بيلعب برجل غلط. طيب اخر ماتشين عشان نقفل الصفحه، عشان طولت شويه في مانشستر يونايتد بس كان شويه غل كده كان لازم يطلع. طبعا مباراه ليفربول امام برينتفورد نفس الاداء التيبيكال لماتش ابسويتش تاون، برضه بنفس النتيجه 2-0، جون عن طريق لويس دياس عشان يجي الجون برضو الثاني من فخر العرب محمد صلاح باحتفال القوس والسهم، اللي انا مش فاهم ما معناه بالنسبه له ويقصد بيه ايه. وهو صراحه كده كل كام سنه يطلع لنا باحتفال، يعني يطلع لنا اللي هو بده، بس انا طبعا عشان قاعد فمش عارف اعمله يعني، وبعدين دلوقتي يطلع لنا بالقوس والسهم المره الثانيه بيعمله. وصلاح من النوادي اللي بشوفه هي بيحتفل بالجوان،
يعني السنتين اللي فاتوا متقليش صلاح كان بيحتفل بالجوان، كان بيجيبها وبيبقى عادي. اداء ليفربول تقريبا هو يعني كان في بعض المشاكل الدفاعيه البسيطه، بس هو تقريبا الاداء طبعا اتغير مع وجود كوناتي. جرافنبرش عامل تقل لنص الملعب شويه، هو وسابوسلاي وماك اليستر، ثلاثه جامدين جدا بنفس برضو الغباء اللي بيحصل، بنفس السيناريو، بنفس تقل اللاعب. هو ليفربول ماشي على الخطى واحده واحده، بيطلع بالسلم مع المدرب بتاعه ارني سلوت. هنشوف طبعا ماتش يونايتد ده اللي هيبقى المصير بالنسبه له وبالنسبه ليونايتد، يعني تنهاج مع يونايتد وسلوت مع ليفربول. الماتش ده اللي هيرسم ما بعد الانترناشونال بريك، نسبه كبيره، نسبه 90% ده اللي هنشوفه قدام. الماتش الجاي هو الاهم. الماتش الاخير اللي انا شايف ان انا من المحظوظ اللي شافوا الماتش ده، ماتش وولفز وتشيلسي. يعني الماتش في الاول كان بالنسبه لي بايخ، جون وولفز قلت خلاص بح، هوبا تشيلسي هوبا تشيلسي هوبا وولفز. يجي الشوط الثاني ونشوف اداء تاني خالص للفريقين. تشيلسي 6-2 قدام وولفرهامبتون باداء بالمر ونوني مادوكي، مفيش احلى من كده. الامتع بقى ان الثلاث جوان اللي جابهم والثلاث اسيستات اللي كول بالمر عملهم ليه من نفس الزاويه. خصيصا انا مش فاهم، يعني خصيصا من سنتين برضو كان كويس جدا وكان كله بيشتريه في الفانتزي وكان حارس. فرق بقى ابتدت تتكلم عليه اللي هو ليفربول هيدخل على الخط، ارسنال هيدخل على الخط، مش عارف ايه. جون كول بالمر انا مش لاقي مبرر هو كان بيطلع بيعمل ايه لغايه دلوقتي. يعني انا بحاول اوجد مبرر ايه اللي يخليه يطلع كل ده، انا مش لاقي. ده غير بقى باقي الجوان اللي جت فيه واداؤه اصلا عامه طول الماتش. تشيلسي طبعا فوز كبير وفوز معنوي خرافي مهم ليهم، وخصوصا لتود بويلي للمدرب، للعيبه شبه فيليكس بالمر كده كده معنويا زي الفل، هو شايل التيم اصلا. طيب نقفل بقى صفحه الدوري الانجليزي وندخل على الدوري الاخر، الدوري الاسباني. وكالعاده الماتشين اللي هنتكلم عليهم، ماتش برشلونه اتلتيكو بالباو يفوزوا بنتيجه 2-1. الفريقين انا كنت حاسسها في غباء. اتلتيكو بالباو رايحين بالهجمه، تلاقي دفاع برشلونه واقف، بعدين دفاع برشلونه بطريقه غريبه، يعني تحسهم واقفين والاثنين، وبعدين بقى يجوا عند ال 18 يقف، تلاقي لعيب واقف مش عارف يعمل ايه. باشا يا تشوت يا تبازي لل 5000 واحد جنبك، فيقوم شايط او يبازي تضيع في السما. بقى برشلونه نفس القصه، تروح بهجمه في السما او بره او في اي حته، بس برشلونه يكسب جون لامين يامال وجون ليفاندوسكي، بيدري يديها له وليفاندوسكي يقوم شايطها. جون فيه خبره شويه، البوزيشن والزاويه اللي كانت صعبه مع لفه الرجل، وجون لامين يامال، والجون برضو اللي جابوه اتلتيكو بالباو. بس انا بالنسبه لي كان في غباء في الماتش، في غباء، حاسس ببعض الغباء. بس برشلونه عندهم مشكله في الدفاع، وطبعا المدافع اللي جاله رباط صليبي، يعني مستشفى برشلونه، يعني فاتي مصاب، ديونج مصاب، جافي مصاب، في مدافع بس مش متذكر اسمه مصاب، ومن دول في مثلا 2-3 رباط صليبي و2 في الكعب ومش عارف ايه. في نوع من انواع الايرور، معرفش هل ده بسبب ان هانز فليك لسه مش واعي بالدوري الاسباني ومستويات الدوري الاسباني، ولا المشكله في اللعيبه. بس اعتقد الرجوع الدفاع دي مش مشكله مدرب، يعني هو اكيد حاطط في الخطه حالات دفاعيه، انت هترجع وانت هترجع، انت بقى لعيب ما بترجعش ومدرب ساكت لك، فدي مشكلتكم انتوا الاثنين. فبرشلونه لا اعلم ما مصيره، ولا اعلم ماذا سيفعل في المباراه القادمه وما بعد الانترناشونال بريك، لا اعلم. طريقهم مسدود. الماتش اللي هيحدد بالنسبه لي ماتش ريال مدريد، هو ده نقطه الفصل للاثنين، للفريقين. حتى ريال مدريد بالمره ناخد الماتش بتاعه يفوز بنتيجه 3-0، طبعا فوز ويبان لك نتيجه، بس مباراه الجون اللي فالفيردي جابه بعدها الفريق كان مش كويس، ضيع فرص كتير، برضه راحت عليه بعض الهجمات كانت خطيره. يعني بابي مش موجود، بابي حتى الان غير موجود. بابي تاني ماتش ليه في الليجا مفيش احصائيه شفتها، شاط 8 كور 0 جون. مش فاهم يعني هل ده عشان لسه دوري جديد ولا رهبه؟ مشكله. ريال مدريد اداء كان كويس شويه، قدروا يكسبوا في الاخر، اندريك اللي نزل فجر الدنيا هو ابراهيم دياز. هل هيبقى نفس سيناريو صفقه ايدن هازارد ولا ايه بالظبط؟ فنقفل بقى صفحه الدوري الاسباني وندخل على صفحه الدوري الايطالي، وطبعا الميلان. يعني انا ما بشوفش غير الميلان الحقيقه. يا ريتني ما شفت الماتش بجد، يعني يا ريتني ما شفت الماتش. نتيجه 2-1 تخسر من بارما في ملعب بارما اللي هو ملعب قد كده اصلا، ملعب صغير جدا. لياو، هو بالنسبه لي لياو هو الازمه الرئيسيه في الدفاع وفي الهجوم. لياو وفيه هرنانديز، الثنائي اللي كان السنه اللي فاتت، هم دول كانوا بالنسبه لي احسن دويتو موجودين السنه دي او في اخر كام سنه. السنه دي الاثنين دول برضو زي الزفت. فيه هرنانديز مهتم بالهجوم جدا، وبعدين هرنانديز بيدخل في النص، هو طرف، هو بيدخل من لجوه. ولياو هو اليورو برضو عمل له غسيل مخ، فبقى بياخد الكوره بيتقل عليها بشكل كبير قوي قوي، مبالغ فيه، وبيعمل نفس الحق، يقطم لجوه ويعمل الكروس. واحده من دي عملتها وبوليزيتش جاب منها جون، بس انت من وسط 1000 واحده جت جون. ريندرز مش عارف يعمل ايه، ياخد الكوره في نص الملعب واقفه ورا. يا جدعان هجمه لينا على فكره، يعني اطلعوا قدام. ماينان معذور، يعني هو ماينان مش عارف يعمل ايه، يعني انت داخل له بانفراد، انت عايز ايه يعني؟
وبس هي دي كانت الحلقه، يعني اتمنى تكون عجبتكم. متنساش طبعا اللايكس والشير والسبسكرايب، وبس عندك اي رأي، عندك اي حاجه تقولي في الكومنتات، والسلام.